معظم الناس بتقلق جدا من أسئلة الانترفيو وخصوصا لو بالإنجليش. في الحلقة ديت هنتكلم عن ايه هي أهم الأسئلة اللي ممكن تتسألها بالإنجليش، الأسئلة المتوقعة وازاي تجاوب عليها أحسن إجابة ممكنة. تابعونا في الجزء الثالث من الانترفيو. أهلا بيكم في Part 3 من الانترفيو. Introduce yourself. السؤال دوت هو أول سؤال أنت هتتسأله. هو اوريدي عارف اسمك وسنك وانت ساكن فين لان هم موجودين قدامه في السي في، بس هو عايز يسمعك وانت بتتكلم انجلش. ترد ببساطه هتقول my name is كذا كذا، الاسم الاول والاسم الاخير. يعني انا ما بقولش my name is هيثم سعد محمد مختار، انا بقول my name is هيثم مختار، او اقول I am هيثم مختار. مش محتاج خالص ان انت تجيب بالاسم الاول لحد ما توصل لامون، مش محتاج الكلام دوت. رقم 2، ما بتقولش مثلا انا مواليد يوم كذا شهر كذا سنة كذا، بتقول I am كذا كذا years old. ما ينفعش اقول I have كذا كذا years old، لان have معناها يمتلك. انت مش بتمتلك عمرك، انت بتكون عمرك، فبتقول I am كذا 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 years old. كمان بتقول I live in، بتقول بقى I live in Cairo، I live in Giza، I live in October، in الهرم. انما ما بتديش تفصيلا انت ساكن فين، لا اسم الشارع ولا اسم ولا رقم العماره ولا رقم الشقه. احنا مش محتاجين الكلام دوت، كل اللي عايز اعرفه انت ساكن فين. يبقى my name is هيثم مختار، I live in October City، I am blah 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 years old. طيب لو انت حد لسه بتدرس هتقولها ازاي؟ هتقول I am studying at the faculty of كلية كذا. لو انت اتسألت لأي سبب ايا كان عن اخواتك او حاجة زي كده، مثلا how many brothers and sisters do you have؟ فممكن ترد تقول I have one brother and one sister. طب لو انت عايز تقول الاتنين مع بعض هتتقال ازاي؟ هتقول I have two siblings. two siblings. siblings معناها أشقاء، سواء ولاد أو بنات، لأن أنت ما ينفعش تقول I have two brothers لأن فيهم بنت، ما ينفعش تقول I have two sisters لأن فيهم ولد، ف I have two siblings. سؤال أكيد هتتسأله where did you work before؟ اشتغلت فين قبل كده؟ لو أنت الشغل اللي أنت اشتغلته ده سبته هتقول I worked at واسم الشغل، اسم الشركة مش اسم المجال. إنما لو عايز تقول اسم المجال هتقول I worked in. وخلي بالك من حاجة مهمة جدا، لو قلت I worked in اسم المجال أو I worked at اسم الشركة، معناها ان انت بطلت الشغلانة دي وما بتشتغلهاش لان انت قلت I worked. انما لو انت عايز توصل للانترفيور ان انت لسه بتشتغل الشغلانة دي هتقول I work at اسم الشركة او I work in اسم المجال. تعال اتكلم عن الخبرة بتاعتك. هتقول I have a wide experience in واسم المجال. I have a wide experience in. أنا عندي خبرة كفاية أو خبرة كبيرة في وتقول اسم المجال. لما تيجي تتكلم عن الشهادات بتاعتك بتقول I have many certificates in. عندي شهادات كتير في، أو I have some certificates in. عندي شوية شهادات في وتقول طبعا اسم المجال بعد كلمة in. في سؤال شائع جدا وكل الناس بتخاف منه، Why should I hire you؟ ليه لازم أنا، أو ليه اللي يخليني أختارك أنت ما اختارش حد تاني؟ ببساطة جدا إجابة السؤال دوت أنت هو عايز يعرف منك إيه اللي بيميزك عن غيرك. فهتقول على سبيل المثال My studies and my experience plus my certificates will definitely قطعا will definitely help me or help your position or will help your company improve in this area. خبرتي، شهادتي، دراستي هتفيدني اكتر في المجال دوت. طب لو انت وزمايلك كلكم مقدمين نفس الحاجة ديت ممكن تقولها بالشكل دوت I am a very meticulous person. I am a very meticulous person. أنا حد شديد الانتباه للتفاصيل. I will work on improving my colleagues. أنا هشتغل على إن أنا أطور زمايلي. هتطور زمايلك إزاي؟ بإن أنت تساعدهم. I will definitely help my colleagues improve. أنا هساعد زمايلي إن هم
يتطوروا. ما اعتقدش حد ممكن يكون رايح انترفيو بيفكر غير في نفسه، بس انت لو اتكلمت على ان انت مش بس هتطور نفسك، لا انت هتطور اللي حواليك كمان، ده هيكون بلس ليك جدا وهتكون حاجة مهمة جدا ليك. If you have a conflict with your manager, how will you solve it? لو انت عندك مشكلة مع المدير بتاعك هتحلها ازاي؟ السؤال ده تريكي جدا ومخادع جدا، بس اجابته سهلة. انت ببساطة هتقول انا هسمع للمدير بتاعي واشوف ايه المشكلة واحاول اقيم موقفي مع المشكلة ديت علشان نطلع لأبسط حل واسهل حل يرضي كل الاطراف ويخدم الشركة. I will work on solving this issue with my manager in order to keep the flow going، علشان تخلي المركب ماشية زي ما بنقول. من الأسئلة المهمة جدا اللي هتتسألها What is your expected salary? What is your expected salary? ايه هو المرتب المتوقع؟ السؤال ده تريكي جدا وخلي بالك في إجابتك عليه. السؤال دوت الغرض منه لو هو HR اللي هيسألك السؤال دوت، والغرض منه ان هو يقلل اكبر قدر ممكن من مرتبك. فانت ببساطة جدا بتبقى اوريدي عامل الريسيرش بتاعك علشان تعرف المرتب بتاع الوظيفة ديت مع الخبرة، لو انت عندك خبرة كفاية او شهادات كفاية، علشان تعرف تقريبا انت فين على السكيل، على الجدول بتاع المرتبات. فانت لو ما عملتش الريسيرش دوت او النتائج لو انت عملت ريسيرش ما كانتش واضحة، فانت ممكن ببساطة تقول as per company policy. as per company policy يعني طبقا لسياسة الشركة. ديت أهم الأسئلة اللي هتتسألها بشكل عام في أي انترفيو بعيدا عن أيا كان إيه هو التخصص بتاعك. أتمنى الأسئلة ديت تكون بإجاباتها مفيدة ليكوا. أتمنى أن انتوا تعملوا عليها براكتس وتمرين على قد ما تقدروا، علشان في أي وقت لو جالك أي انترفيو تعرف ترد عليه أحسن رد ممكن. Thank you. See ya.